بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي مشاهدي متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، طابت أوقاتكم بكل خير، ويسرنا أن نتواصل معكم في نقل مباشر لمباريات الجولة 32 لدوري نجوم العراق للموسم الثالث 2025-2026 بيومها الثاني، ولقاء الموصل مع ضيف الغراف. المباراة الأولى ما بين الفريقين انتهت بفوز الغراف بهدف وحيد، الموصل بالمركز الثاني عشر ب40 نقطة، ونادي الغراف بالمركز الرابع عشر ب31 نقطة. المباراة ضيفة ملعب دهوك، ويقودها طاقم تحكيم بقيادة محمد صلاح، يساعده كرار عباس، سيفين قادر، وحسين صبيح في غرفة الفيديو، وميض محمود وأياد زاحم، ومراقبا للحكام محمد صاحب. تشكيلة الموصل بالزي الأبيض والأحمر لمباراة اليوم: علي كاظم بحراسة المرمى بالرقم 1، سيدريك نيغا بالرقم 24 على اليمين، حسام كاظم على اليسار 53، جوستن بدراندا بالرقم 22، روبرت باور بالرقم 27 وسط الملعب، أكرم رحيم 31، سيمون أمين بالرقم 8، وعمر باسيرو بالرقم 26. ثلاث المقدمة: سامر محسن 7، عمر عبد الرحمن 10، وعلاء الدين الدالي بالرقم 77. أما تشكيلة الغراف بالزي الأخضر مؤلفة من إبراهيم عالمة بحراسة المرمى برقم 80 على اليمين، حسين طارق 3 على الشمال، أحمد ناظم 39، سلمون أو علي خالد 16، فابريس أكبوتشو 5. وسط الملعب: إبراهيم أمير عبد الله 6، حسن داخل القائد 24، وحسين فالح 44. والثلاثي المقدمة: فيدرس كوكو 23، أنيس المعاري 8، ومقتدى سعد بالرقم 7. هذه تشكيلة الفريقين، وننتظر انطلاق صافرة حكم اللقاء محمد صلاح ليعلن بداية أحداث شوط المباراة الأول. وتذكير لنتائج مباريات يوم أمس: ديالا يخسر على أرضه أمام الطلبة بهدف، الشرطة يتغلب على أرضه على النفط بهدف، زاخو يفوز على أرضه على نفط ميسان 3-1، القرمة يخسر على أرضه بهدف أمام نوروز، والزوراء يعادل دهوك بهدفين. هذه المباريات، وتنطلق صافرة حكم اللقاء لتعلن بداية أحداث شوط المباراة الأول. فريق نادي الموصل على يسار الشاشة، والغراف بالزي الأخضر على يمين الشاشة. كرة تبعد من اللاعب أكبوتشو سريعة من جديد إلى حارس المرمى علي أو إبراهيم، هذا إبراهيم عالمة ثالث حارس يحترف في دورينا بعد الكرواتي أنطونيو توتا في نفط ميسان، والأردني محمد العمواس مع النجف. كرة ارتدت بالمنتصف، أمير طويل الكرة، كوكو مقتدى، كوكو تبعد الكرة من اللاعب ميدراندا، وتصويبها برا الملعب إلى ركلة مرمى لنادي الموصل. ركلة مرمى لنادي الموصل. هذا هو المدرب الأردني، ثاني أردني في دورينا بعد عبد الله أبو زمع اللي قاد نفط ميسان وغادر، وأول مدرب غير عراقي يقود نادي الموصل. كرة عند روبرت باور أول ألماني في دورينا، جوستن ميدراندا، روبرت باور، كرة اللعب عمر باسيرو برا الملعب، لا رمية جانبية لمصلحة نادي الغراف. هنا قحطان كثير اللي قاد النجف، ويقود الآن نادي الغراف، وقاد النجف في 5 مباريات، فاز في 1، تعادل لم يتعادل، خسر في 4، حصد من 3 نقاط من أصل 15 نقطة. ويقود نادي الغراف بالمباراة الثامنة 7 مباريات، 2 فوز 2 تعادل 3 هزائم، واليوم يقود الفريق بالمباراة الثامنة إليه. كرة وسط الملعب، كوكو، ميدراندا على الطرف الآخر، المدرب
هيثم الشبول. مباراة رقم 17 إلى مع الموصل، 16 مباراة، 5 فوز، 7 تعادل، 4 خسارات. عمر عبد الرحمن، كرة مشتركة مع اللاعب رقم 8 أنيس المعاري اللاعب اليمني. 4 دقائق، نلعب الدقيقة 4 من عمر اللقاء. ميدراندا، كرة طويلة برا الملعب إلى رمية جانبي، طالت على عمر باسيرو. حسين فالح لاعب الفرات السابق يلعب رمية جانبية. أنيس يلعب الكرة، حسين طارق، مرت الكرة مقطوعة لمصلحة نادي الموصل. سيمون أمين، سامر محسن، وحسين فالح إلى إبراهيم عالم. رمية جانبية لمصلحة الغراف. فابريس أكبوتشو على التنفيذ. حسن داخل، كرة ملعوبة، أحمد ناظم، قصيرة مقطوعة. حسين فالح، كوكو يحاول يمر، سهلة إلى حارس المرمى علي كاظم. علاء الدين الدالي، كرة بالمنتصف. سيمون أمين، أكرم رحيم، ميدراندا، حسام، ميدراندا، روبرت باور، سيمون أمين إلى خارج ملعب الرمية جانبية. الآن هذا مقتدى سعد، كرة وسط الملعب. ميدراندا، حسام،
أموتو بالدقيقة 55، أوغستين أموتو اللي سجل هدف الفوز لفريق الغراف، اللي غادر الغراف للكهرباء. ميدرندا طويل الكرة، خطرة علاء الدين، برافو 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 إبراهيم عالمة، أول تهديد. وهذا اللاعب اللي سجل سوبر هاتريك، أول سوبر هاتريك في دورينا، وأول سوبر هاتريك للاعب عربي يسجل في دورينا في دوري نجوم العراق. وشوف الكرة باغت بها المدافعين وسدد كرة، 18 هدفا لهذا اللاعب، كرة ما بها تسلل. بها شك، بها شك. عموما هجمة وانتهت، هداف الفريق ب18 هدفا، ثاني الهدافين بعد تيميروف ب24 هدفا. بالسلامة للحارس إبراهيم عالمة، ثالث حارس بعد الكرواتي أنطونيو توتا نفط ميسان، والأردني محمد العمواس للنجف سوري قادم من تشرين. هنا العشاق والأنصار القادمون من محافظة نينوى يؤازرون نادي الموصل، وأيضا هناك عشاق للغراف السومري. عوائلنا الكريمة أيضا في ملعب المباراة، بالسلامة لإبراهيم عالمة، عباس محمد. هنا عوائلنا الكريمة تتابع وتعطي جمالية للتواجد الجماهيري على مدرجات ملاعبنا في مختلف المحافظات. بالسلامة لإبراهيم عالمة، كرة كانت قوية من علاء الدين الدالي. هنا الجمهور يترقب، وهنا على الطرف الآخر علي كاظم جوية نفط الوسط. هذه المحاولة الأولى لفريق نادي الغراف. واليوم في نفس التوقيت أمانة بغداد القاسم، أربيل الكرخ والموصل والغراف، تعقبها مباراتين الكهرباء والنجف والميناء والجوية عند 7:30. كرة لا مقتدى، مقتدى يحاول، عمر باصيرو، كرة تنقطع، حاولت تنقطع من أمام علاء الدين، وسط الملعب إلى آنيس أكبوتشو، وكرة برا الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة الغراف. حسن داخل، أحمد ناظم، هدف في شباك ديالة. حسن أكبوتشو، طبعا فريق الموصل 31 مباراة، 10 فوز 10 تعادل 11 هزيمة، سجل 35 هدف، عانقت شباكه 39 كرة، ب40 نقطة بالمركز الثاني عشر، سجل في 20 مباراة لم يسجل في 11، وخطأ لمصلحة نادي الغراف. خطأ ضد سيدريك نيجا. أول بطاقة صفراء لسيدريك نيجا. كرة من مكان خطير،
ركلة حرة لمصلحة نادي الغراف. حسن داخل على التنفيذ. حسن داخل، كرة من مكان خطير ترتد من الجدار، وأحمد ناظم إلى الخارج. ركلة مرمى. هذه التسديدة تطمت بلاعب نادي إلى الخارج. كرة وسط الملعب، علاء، وطالت الى رمية جانبية لمصلحة الموصل. أمير عبد الله أبعدها. حسام مرة أخرى، وإبراهيم عالمة أقرب للكرة يتمكن منه. علي كاظم، روبرت باور. ربع ساعة من عمر اللقاء. كرة مقطوعة، كوكو، خطيرة 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 خطيرة. برافو 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 برافو. ميدراندا يتعصب على روبرت باور، وفرصة ثمينة ضاعت على كوكو، كان بإمكانه أن يسجل أول الأهداف لولا تدخل ميدراندا اللي أنقذ المرمى من كرة خطيرة. شوف ميدراندا يدخل وضغط على حامل الكرة وأنقذ المرمى. كرة لأمير، يسدد من بعيد ويخلصها الحارس. ومرة أخرى مقتدى يسيطر على الكرة، عادت من جديد نقا، وتصويبه خارج الملعب إلى ركلة مرمى. من جديد تلعب الكرة. ميدراندا خطأ من جديد. حكم اللقاء السيد محمد صلاح. من مباريات 34 بطاقة صفراء، واحدة حمراء، و5 ركلات جزاء. أول حكم هذا الموسم يمنح 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة، كان في مباراة الأمانة والغراف. منح للغراف 3 ركلات سجلهن كوكو من هاتريك، وواحدة للأمانة. خطأ الآن، ركلة حرة. سيون أمين، سيدريك نيكا طرد أمام نوروز. سيمون أمين على التنفيذ. سيمون
كرة بالرأس تبعد، وإلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة الغراف. الغراف لعب 31 مباراة، فاز في 10، تعادل في 7، خسر 14 مباراة، سجل 32، عانقت شباكه 34 ب 37 نقطة بالمركز الرابع عشر. سجل في 18 مباراة، شباكه كانت نظيفة في 10 مباريات، ولم يسجل في 13 مباراة. هذه كرة مقتدى اللي مرت إلى الخارج. حسين فالح، كرة ارتدت، اليوم دفع بأحمد ناظم إلى الوسط، وعاد حسين فالح كظهير أيسر. عمر عبد الرحمن بالسلامة إن شاء الله. أكرم رحيم سجل خطأ للجوية، وسجل هدفين للنجف في شباك النجف وأربيل. أكرم، عمر، روبرت باور، عمر، سيدريك نيجا، ورمية تماس لمصلحة الموصل. سامر محسن، حسن داخل اللي سجل هدف رائع في شباك الطلبة، وهدف ثاني رائع لكن ألغي بداعي الخطأ. دخلنا الدقيقة 20. التعادل قائم بدون أهداف في لقاء الغراف ونادي الموصل، وهجمة تبعد من دفاعات فريق نادي الغراف عن طريق فابريس أكبوتش. ركنية الآن حسام كاظم على التنفيذ، أيضا طرد أمام الكهرباء. حسام على التنفيذ الآن، حكم يفضل اشتباك. حسام، وكرة إلى الخارج، رمية تماس لمصلحة الغراف، رمية جانبية للغراف. 313 مباراة، 216 انتهت بالحسم، 77 بالتعادل، منها 53 إيجابي 24 سلبي، 750 هدف بانتهاء مباريات يوم أمس. أكباتشو على التنفيذ، من التوغو لعب للنجف أيضا وسجل هدف في شباك النجف. عشاق نادي الموصل، أبناء الحدباء يؤازرون. كرة أقرب إلها سيدريك نيجا، روبرت باور، علي كاظم. علي يلعب الكرة إلى الجانب، حسام، عمر، حسام، عمر مرة أخرى، وسط الملعب إلى عمر عبد الرحمن، روبرت باور، أنيس أو اللاعب سيمون أمين. سيمون، كرة طويلة وتبعد من حسين طارق، بينه وبين علاء الدين. علاء الدين يحاول يمر، حسين طارق قريب، حسام يستحوذ على الكرة. أكرم رحيم، ميدراندا، روبرت باور، كرة طويلة إلى الجانب، حسام، عرضية خطيرة، سيدريك نيجا يلعبها بعيدة بعيدة، وأقرب لها أنيس المعاري. ميدراندا، يمر ميدراندا،
طويلة علما طالت على نقا إلى ركلة مرمى لمصلحة الغراف. هيثم لشبول مثل ما ذكرت ثاني أردني في دورينا هذا الموسم بعد عبد الله أبو زمع، وأول مدرب غير عراقي يقود نادي الموصل. هذه الكرة اللي تطمت بالقائم، لعب للفيصلي ودرب الفيصلي، المنشية، ذات رأس، الجزيرة، الحسين، الشرطة، الديوانية، نفط ميسان، نفط البصرة، السلط، يساعد محمد علي كريم وربيع عماد. إلى جانب أوس أحمد. مدرندة، حسام، عمر عبد الرحمن، كرة تبعد، سيمون أمين، يبعتها حسين، مقتدى سعد، يمر مقتدى سريع وتبعد من روبرت باور إلى ركنية لمصلحة نادي الغرب. لاعب الألماني، لعب بالدوري التايلندي مع بوريرام، ولعب مع بايرن ميونخ، ولعب مع نورنبرغ. كرة مشتركة، علي خالد مع حسين فالح، طبعا الشكر الجزيل للأخ شعلان رعد مدير نادي الموصل لتعاونه معنا، وأيضا للأخ محمد ضياء المنسق الإعلامي لنادي الفرات نادي الغراب. إذا بطاقة هيثم لشبول، بطاقة لهيثم لشبول، أخطر الكرات، الكرة اللي لعبها مقتدى وارتدت من العمود. بالسلامة لسامر محسن، بطاقة واحدة حمراء أشرها هذا الحكم لديوري لاعب نادي الكرخ في مباراة الكرخ والزوراء. غيابات نادي الموصل رامي الوسماني، وعن الغراف مجتبى محمد ومصطفى كوناتي بسبب الإصابة، سالمون بسبب البطاقة الحمراء، حسين فلاح، حسين عبد الواحد بسبب تراكم البطاقات. ركنية الآن مقتدى سعد على التنفيذ، واحدة من الوجوه الشابة، لعب لمصافي الوسط للديوانية. مقتدى سعد، هدف في شباك القاسم. عالية الكرة، خطيرة، جول، الله، خطرة 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 وبعته خطرة، يا سلام، على 3 دفعات ينقذ، وهدف هدف 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 عن طريق مقتدى سعد بالدقيقة 26 أو 27 من عمر المباراة. أول الأهداف عن طريق مقتدى سعد يسجل أول أهداف المباراة بكرة ولا أجمل ولا أروع أمام أنصار الغراف المتواجدين في ملعب المباراة. شوف العشق، شوف الحب السومري، يتابعون فريقهم حتى إلى أبعد الأماكن، وبالتالي كرة من 3 دفعات ترتد من العارضة وترتد من المدافع، ومقتدى سعد يسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك القاسم، يسجل اليوم في شباك الموصل. كرة جميلة، شوفها بالإعادة، شوف الركنية اللعب، ارتدت مرة أخرى وعلى 3 دفعات لم ترتد من العارضة،
من المدافعين، وأخيرا مقتدى يضعها على يمين الحارس علي كاظم ليسجل من خلالها أول أهداف المباراة. 1 الغراف لا شيء الموصل. أمام فرحة هذا المدرب قحطان كثير اللي خلف حيدر عبيد، لعب للطلبة، للخور، للكاخ، لاتحاد كلباء، للصناعة، للذيت، ودرب الصناعة، النجف، نوروز، طلبة، الشرطة، العراق تحت 17 وتحت 19، والجوية يساعده حسن كمال، مؤيد جودي، هناك رافد سالم في التحليل. كرة اللعب إذن يتأكد صحة الهدف. حسين جبار مدربا للحراس، حسام من جديد، عمر باسيرو، علاء الدين، عمر، حسين طارق، كرة بالمنتصف، عمر، حسام، وكرة مقطوعة برا الملعب إلى رمية جانبية من أنيس المعاري. عمر عبد الرحمن، سامر، وإلى حارس المرمى إبراهيم عال. الموصل في المرحلة الثانية لعب 12 مباراة. مقتدى، حسين طارق من الجهة البعيدة، كرة طويلة مقطوعة، مدرندا، عمر، حسام كاظم من الجهة البعيدة، سيمون أمين، وكرة الشتت من علي خالد برا الملعب إلى رمية جانبية. طبعا الموصل بالمرحلة الثانية خاض 12 مباراة، فاز في 4، تعادل في 6، خسر في مباراتين، خسر من الشرطة بهدف ومن الكرخ بهدفين لهدف. حقق الفوز على زاخو 2-0، وعلى الكهرباء 2-1، على النجف 2-1، كرة خطيرة عالية ونقا إلى خارج الملعب، وفاز على ديالى ب4 أهداف مقابل هدف واحد. ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي الغراف. أنيس، حسين فالح، مقتدى من الجهة القريبة، خالي من الرقابة، أو أحمد ناظم، أحمد، أمير، علي خالد، كوكو، حسن داخل، تنقطع الكرة، سيمون، نقاه، عمر، سامر، محسن، ورمية جانبية لمصلحة الموصل. الغراف أيضا خاض 12 مباراة في الجولة الثانية، المرحلة الثانية، فاز في 2، تعادل في 2، خسر في 8 إلى 10، عانقت شباك 17 كرة، نقاط 8، بالمركز السابع عشر في المرحلة الثانية. لم يسجل في 6 مباريات، سجل في 6، وشباكة نظيفة في مباراتين أمام النجف وأمام أربيل. حقق الفوز على الغراف، على القاسم 5-1، وعلى ديالى 4-1.
كرة ملعوبة تنقطع إلى رمية جانبية من حسن داخل. عمر عبد الرحمن يتعرض إلى عرقلة، ركلة حرة لمصلحة الموصل. خطأ واضح على جبوتشو. ترقب وحذر من إبراهيم عالمة. كرة سريعة ملعوبة خطيرة لسامر، سامر وطالت، مرت بسلام وأمان على مرمى الغراو. عادت الكرة من جديد، عمر عبد الرحمن يعيد الكرة ومدرندة بالرأس تبعد من علي خالد، تعود الكرة من جديد إلى كوكو، واحد من اللاعبين اللي عليه عيون الأندية تتجه لهذا اللاعب وبالأخص أندية المقدمة. كرة مرت سامر، سيمون أمين، روبرت، حسام، مدرندة. دخلنا الدقيقة 35، واحد الغراف لا شيء الموصل، سجل عن طريق اللاعب مقتدى سعد بالدقيقة 27. سيدريك نيغا، وخطرة كانت من حسن فالح إلى خارج الملعب، كاد أن يصيب مرمى. عندنا 20 لاعب أخطأوا في شباكهم هذا الموسم، وكرة حسن فالح مرت، حسين فالح لاعب نادي الفرات السابق، مرت إلى ركنية. سيدريك نيغا اتكاء على المنافس، نهض الآن ركنية لمصلحة الموصل. حسام رابع ركنية، 2 مقابل 2. أكرم، وحكم اللقاء يشير إلى ركلة جزاء. حكم اللقاء يشير إلى ركلة جزاء. حكم اللقاء يشير إلى ركلة جزاء. بالمناسبة الموصل أكثر الأندية حظى بركلات الجزاء، يعني 9 سجل و3 لم يسجل، 2 على الجوية و1 على الزوراء لعلاء الدين الدال. بالمقابل الغراف هذه 6 ركلة جزاء أو 8 ركلة جزاء تمنح لنادي الموصل، و6 ركلة جزاء تمنح. إذن علي خالد بالرقم 16 وبطاقة صفراء، نشوفها بالإعادة. لمسة يد موجودة والقرار للحكم. كرة من أكرم رحيم، الفيديو راح يقرر، غرفة الفار راح تقرر. عشاق والأنصار يبتهجون وباللون الأحمر يتزينون. حسن داخل يتحدث مع الحكم. أحمد إبراهيم طرد 3 مرات، وحسن داخل طرد مرتين. هناك أيضا 8 لاعبين طردوا مرتين. فريق نادي الغراف حظي هذا الموسم ب7 ركلات جزاء سجلها، وسجلت في شباكه 5 ركلات جزاء. هنا العشاق والأنصار وعوائلنا الكريمة في ملعب المباراة تؤازر فريقها. وحسام كاظم، دائما نقول الحكم من يتخذ قرار يبقى القائد الفريق يتحدث معه، وبالتالي يعني خلوا الحكم يسمع يتحدث مع غرفة الفيديو. ركلة جزاء لمصلحة الموصل. إذا منحت هذه الركلة ستكون الركلة 127 في دورينا،
101 سجلت و25 أهدرت. وهذا اللاعب اللي أمامنا أهدر 3 ركلات جزاء، 2 على الجوية و1 على الزور. إذن إبراهيم عالمة في الشباك وعلاء الدين الدالية على التسديد. يبدو أن الركلة أكدت من غرفة الفار. علاء الدين الدالي الآن على التنفيذ. أوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لم يتعظ المدرب، لم يتعظ المدرب. 3 مرات أهدر ركلات جزاء، واليوم يهدر ركلة جزاء لفريق الرابعة وأيضا السادسة والعشرين في دورينا. إذن علاء الدين يهدر ركلة جزاء بالدقيقة 38. علاء الدين الدالي يهدر ركلة جزاء. يعني لاعب مميز متمكن، سجل سوبر هاتريك. شوف لعب الكرة من تحت قوية، علت العارضة، ونادر أن تجد ركلات جزاء بهذه الطريقة. يعني ركلة الجزاء 70% يعني مضمونة للنجاح. إذن فرصة هدف أول تضيع وهدف التعادل تضيع على الموصل. رابع مرة يهدر هذا اللاعب ركلة جزاء. نشوف احتجاج المدرب قحطان كثير على أي شيء. نلعب بالدقيقة 40. أحمد ناظم، مقتدى، روبرت أبعد الكرة بالرأس من أكرم. حسام من الجهة البعيدة يستقبل الكرة. حسام، ميدراندا، كرة عادت. نيجا، سيمون، روبرت باور، ميدراندا. فرصة التعادل تضيع على الموصل. علاء الدين الدالي يهدر ركلة جزاء للمرة الرابعة. كرة سريعة نيجا، ومقتدى اللي راجع للخلف. برافو، يضغط على حامل الكرة، وبالتالي الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الغراو. ما زال القوة الجوية بالصدارة ب71 نقطة. تنتظر مباراة مهمة أمام الميناء. عشاق الشرطة يترقبون هذه المباراة. كرة بها شك تسلل، ركلة حرة غير مباشرة. الشرطة بالوصافة 67 نقطة. أربيل ليخوض مباراة الآن أمام الكرك بالمركز الثالث ب63 نقطة. الطلبة ب61 نقطة بالمركز الرابع. وكرة خطيرة، كوكو 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 يحاول يلعبها، وحسن يلعبها سهلة لحارس المرمى علي كاظم. عمر يلعب الكرة لا علاء. عمر يحاول يمر. أحمد ناظم، حسين فالح، وكرة إلى علي كاظم حارس المرمى. بانتهاء الجولة 30 أو الجولة 31، القوة الجوية بصدارة الفرق في المرحلة الثانية ب28 نقطة، ثم أربيل من المركز الثاني ب26 نقطة، الزوراء بالمركز الثالث ب25 نقطة، والطلبة قفز للمركز الثالث ب27 نقطة. الشرطة مع الزوراء 25 نقطة. هذا ترتيب الأندية بالمرحلة الثانية. ميدراندا، حسين فالح، سامر محسن، حسين طارق، ميدراندا، حسام، أكرم، ميدراندا،
نلعب دقيقة 43، دقيقتان تفصلنا على الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. عمر، ميدراندا، سيمون، سريع الكرة، حسين فالح، حسن داخل، أمير، عبد الله، حسين طارق، وكرة إلى الخارج، طالت على اللاعب أنيس المعاري. من جديد رمية جانبية لمصلحة الموصل، أكبوشو أبعدها، عمر، أكرم، سيدريك نيقا، سيدريك، حسن داخل، يبعد الكرة، كوكو يحاول، روبرت باور، كرة مقطوعة إلى مقتدى، مقتدى سعد يحاول بينه وبين روبرت باور، مقتدى شوف قرار الحكم. إذن الكرة ملعوبة من ركلة مرمى، عادت الكرة إلى سيمون أمين، سيدريك نيقا، ضاغط عليه أحمد ناظم، كرة مرت من جديد مقطوعة، أمير، عبد الله، كوكو، يمر كوكو، خطرة، هذه خطرة ويخلصها الحارس علي كاظم. كوكو يفشل بتسديد كرة مثالية 3 أدوار الأخيرة، لم يسجل كوكو في الأدوار الثلاثة الأخيرة، لم يسجل كوكو. فرصة هدف تضيع على نادي الغراف، وكوكو أهدر فرصة ثمينة للمرة الثانية، يهدر فرصة تسجيل، ومثل ما ذكرت في الأدوار الثلاثة الأخيرة لم يسجل كوكو. ركية لمصلحة الغراف، مقتدى على التنفيذ، 45 دقيقة انتهت، ممكن نشوف 5 دقائق، بين 4 بين 5، نلعب الوقت بدل ضايع. عالية الكرة بالرايس برا الملعب إلى ركلة مرمى، إذن 4 دقائق يضيف حكم اللقاء مثل ما توقعنا، وهذه فرصة تضيع الكرة من أنيس المعاري إلى ركلة مرمى لمصلحة الموصل. سيدريك نيكا، قصيرة مقطوعة، أحمد ناظم، حسن داخل، أحمد، تبعد من أكرم رحيم إلى رمية جانبية لمصلحة الغراف، حسين فالح على التنفيذ، حسن داخل، تغيير اللعب، حلوة إلى حسين طارق، حسين يمر خالي من الرقابة، أنيس، حسين، أنيس مرة أخرى، وتصويبة برا الملعب من أمير عبد الله إلى ركلة مرمى، أو من أحمد ناظم اللي سدد. شوفوا بالإعادة، أحمد ناظم اللي سدد، كرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ميدراندا، حسام من الجهة البعيدة، ميدراندا مرة أخرى، روبرت باور، سيمون،
حسام، عمر عبد الرحمن، ضغط من حسين، يا سلام، كرة ترتد، محاولة الآن وسط الملعب إلى حسن داخل، تعود إلى أمير، أمير يلعب الكرة إلى علي داخل أو إلى حسين فالح، أكبوتشو شتت كرة، أنيس المعاري، تنقطع الكرة من عمر عبد الرحمن، والكرة الحكم يقول العب. حسين طارق إلى مقتدى، يحاول مقتدى يسدد، وكرة حلوة جميلة تروح إلى ركنية أنقذها الحارس علي كاظم. مكمن الخطورة مقتدى سعد، مكمن الخطورة هذا اللاعب الشاب مقتدى سعد اللي سجل هدف المباراة الوحيد. شوف الكرة تلعب إلى مقتدى، اجتاز سيدرك نيكاه ولعبها والحارس خلصها إلى ركنية. ركنية الآن لمصلحة الغراف. برافو علي كاظم، أنقذ المرمى من كرة خطيرة. مقتدى على التنفيذ. نلعب بالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل ضايع. انذار لحسام، يجب أن يكون اللاعب بعيد على بعد 10 خطوات. انتهت ال4 دقائق. مقتدى سعد على التنفيذ. ثلاث بطاقات صفراء في ملعب المباراة. سيدرك وحسام من الموصل وعلي خالد من الغراف. كوكو وصافرة الحكم السيد. محمد صلاح تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم الغراف على الموصل بهدف وحيد سجله مقتدى سعد بالدقيقة 27 من عمر المباراة. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. يلعب على عبد الامير المتقدم، على عبد الامير يلعب الكره العاليه، فوقان يبحث عن الراسيه والابعاد من علي خالد، المتابعه من علاء سعد، على تصويبه جول 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 جول. علاء سعد يجلب السعد لفريق نفط ميسان، لفرسان المملكة، لأبناء العمارة، بعد استلام ومتابعة بعد الكرة والإبعاد الذي لم يكن بشكل مثالي من الحارس علي خالد، وعلى سعد صوب بقوة ليسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 56. شاهدنا الخروج من علي خالد وكانت هناك مضايقة ومزاحمة من فقار، وعلى سعد استلم الكرة وسدد بقوة، كانت صعبة جدا على علي خالد. شاهد على الله يا علاء على هذه التصويبة، تصويبة قوية جدا في سقف المرمى. هنا الكرة المشتركة الأخيرة، هل هناك عودة للفار؟ شاهد نعم، في سقف المرمى من علاء سعد، من هذا الأشول، من هذا اليساري، صاحب التسديدات القوية والقوية جدا. علاء سعد يجلب السعد ويتقدم
ما زالت مع السنغالي إلى نسيم صيود. خلاص 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 ابن تونس النصر التونسي يأتي بالهدف الثاني لفرسان المملكة. النصر التونسي يطير هنا في العاصمة بغداد. النصر التونسي يسجل الهدف الثاني القاتل. شاهد داوود كيف حافظ على الكرة وتمريرة جميلة. هل كان متسلل أم لا؟ لكن هنا الهدف الجميل في الزاوية الصعبة على علي خالد. شاهد 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 كيف لعبها بالزاوية الصعبة من نسيم صيود. يضع كرة الهدف الثاني. وهنا نسيم صيود له العمارة معلميه العمارة على الدبكة الجميلة، دبكة أهل العمارة الجميلة. ونسيم صيود على طريقة أهل العمارة يحتفل بهذا الهدف الثاني. وهنا شاهد حسرة نهاد محمد. وأحمد كاظم يطلب من مصطفى محمد الرجوع، تلعب من أحمد عايد. هنا الراسية جول 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 جول. ياسر ناجي يسجل الهدف الأول. يقلص النتيجة. احذروا الكهرباء بعد الدقيقة 90. سابع هدف لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90 أو الهدف الثامن. نعم الهدف الثامن لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90. أفضل فترة لتسجيل الأهداف بالنسبة لنادي الكهرباء وبعد الدقيقة 90 حيث سجل 7 أهداف وهذا هو الهدف الثامن عن طريق ياسر ناجي الذي يقلص النتيجة. هل هناك عودة للكهرباء؟ أمير يلعب الرمية الجانبية. محاولة الابعاد احمد عبد الرضا. دخلنا الدقيقة الثالثة. علي خالد ماذا تفعل؟ جول. هدف قاتل. فريق نفط ميسان يسجل هدف قاتل في الدقيقة 13 بعد الدقيقة 90. فريق نفط ميسان أيضا يسجل بعد الدقيقة 90. يسجل هدفه الرابع في هذا الوقت بعد الدقيقة 90. أحمد عبد الرضا بعد غياب طويل من المشاركة يدخل ويسجل هدف بطريقة فيها الكثير والكثير من الاستغراب والاستفهام من حارس المرمى علي خالد الذي أبعد كرات خطيرة لكن يفشل بمسك الكرة. عبد الله الى الامام نقلها المنتظر عبد الامير. منتظر حاول والمرور والتوغل والدخول والمحاوله والتمرير والهدف الاول لامانه بغداد. هدف اول لاسود العاصمه بانطلاقه وبمجهود فردي من منتظر عبد الامير. يخترق وينطلق لا يريد ان يبتعد كثيرا عن التسجيل او الصناعه. نعم حضر وسجل في المباراه الماضيه وبثنائيه من خلالها ارتقاء بالفريق وانتصر. والآن يمر ويخترق ويصنع ويمرر. برو فلافيو الأنغولي يحتفل نعم مع مواطن بيدرو أمور وبالرقصة التقليدية الأنغولية يحتفلون وبسعادة غامرة. برو فلافيو يسجل رابع أهدافه في الدوري. سيدريك ناكا هذا هو منتظر، هذا هو المصدر، هذا هو الممرر، هذا هو المنطلق وبمجهود كبير له 85% من الهدف. 85% من الهدف. الانطلاق من امام علي لطيف والمرور والاختراق والتمرير والهدف الاول لمصلحة نادي امانة بغداد والمرور والعبور وتسجيل اول اهداف المباراة. امامية محاولة
عرضية متابعة رأسية. الله الله، نسور الحدباء وبراسية دحام إبراهيم يعود بالنتيجة، يتمكن من تعديل النتيجة وبراسية رائعة على مرتين في شوط المباراة الأول. كانت مباراتهم كانوا هم الأقرب للتسجيل، ولكن تغير كبير في شوط المباراة الثاني، تراجعوا. ولكن تحدثت وقلت بأن الفريق يقترب من التعادل، يقترب من التسجيل، واقترب وسجل دحام إبراهيم على مرتين بمحاولتين من روش بونينغ. جاءت الأولى نعم أو علاء الدين الدالي، علاء الدين الدالي بكرة وتمريرة أمامية، علاء الدين الدالي أسيست رأسية، ومن هناك دحام إبراهيم يقتلع من هناك هدف التعادل ويقتنص هدف أول لفريق نادي الموصل في هذه اللحظات بعرضية متقنة على رأس اللاعب علاء الدين الدالي، ومن هناك يودع دحام إبراهيم بهدف التعادل. كرة اللعب خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة محاولة، فرصة جول، جول أول يأتي في المباراة. الله 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 الله، كنت أتحدث عن جاهزية نوروز وعن أسماء نوروز. الآن يسجل أبناء السليمانية هدف أول يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات لمصلحة نادي نوروز. جول يأتي لمصلحة أبناء السليمانية. راستوكو فريق يسجل بهذه اللحظات هدف لمصلحة نادي نوروز في الدقيقة 60 بعد ساعة مرت من عمر هذا اللقاء. هذه الكرة العرضية وراستوكو فريقه على تسديدة قوية وسكنها في شباك مرمى نادي النجف. لاحظ هذه الكرة وهنا التسديدة لراستوكو، وبكرة كانت قريبة على حارس المرمى ليسجل نادي نوروز الهدف الأول. يقص شريط الأهداف أبناء السليمانية. خطيرة لمصلحة نادي النجف، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، هذه خطيرة محاولة جول. الله 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 الله، عادت الغزلان إلى صولاتها المعهودة. يسجل رضا فاضل بهذه اللحظات. الله الله الله، النجف يبحث عن هدف، جاء الهدف لنادي النجف. الله على كرة عرضية، والله على كرة جميلة. وهنا رضا فاضل يسجل، يعدل النتيجة، يدون الآن بهذه اللحظات هدف التعادل. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. يسجل النجف هدف التعادل. أيمن لوي بمواجهة جومان أحمد. أيمن يتقدم. عاد النجف، عادت غزلان البادية إلى صولاتها. سجل النادي النجف الهدف الثاني، جول ثاني يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. فرحة كل جمهور النجف في المدرجات وكل من يتابع المباراة خلف الشاشات. هدف بهذه اللحظات يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. الحارس في جهة والكرة في جهة، يسجل النجف ويقلب النتيجة. ليونيل أتيبة الأسد الكاميروني والتركيز العالي أمام الشاب الموهوب ليث ساجد. ليونيل أتيبة، الله، هدف أول للقيثارة، هدف أول للشرطة. عزفت القيثارة وصلحت الأوتار على أنغام المجد، وهدف أول من علامة الجزاء. الأخضر هنا، القيثارة هنا، وجماهير الشرطة على المدرجات. تنتشر الأفراح بأقدام ليونيل أتيبة، بأقدام الكاميروني ليونيل أتيبة. شوف بالإعادة كان قريب ليث ساجد رغم أنه تقدم بالكرة الماضية، لكن هدف سجل بالنسبة للشرطة. إذن الشرطة هدف
القرمة لا شيء. بداية قوية خضراء بأراضي أو بأرضية ملعب الجولان. هدف أول بهذه اللحظات. ما هي ردة الفعل لصقور الغربية؟ لنشاهد ما هي ردة الفعل لصقور الغربية. ليون الأتيبة. لنشاهد الآن أيمن حسين على التنفيذ بانتظار الصافرة. أيمن حسين والقرمة صقور الغربية. أيمن الله 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 الله. حلقت صقور الغربية، حلقت القرمة يقدمون واجب الضيافة للقيثارة وهدف التعادل بأقدام المونديالي. أيمن حسين يصل لهدفه التاسع هذا الموسم، ونعم هدف التعادل بهذه اللحظات. الله 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 الله. نعم أيمن حسين هو أيمن المونديالي لم يكتفي بالتسجيل على بوليفيا، فهذا اللاعب يسجل في كل مكان وزمان. من أهدى الفرحة للملايين لن يقصر بنشر الأفراح لأهالي الأنبار. التعادل الآن في منطقة الجزاء. ديالا البرتقالي ممكن يفعلها فيما تبقى من ثواني. الله 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 الله. ما أروعك يا عياد يا عبد فرحان. الله الآن جمهور ديالا فرحان. أي تسديدة قوية، أي هدف جميل. الله على عياد عبد فرحان. يطلق صاروخ من عياد عبد فرحان يسكنها في شباك مرمى النفط في الزاوية الصعبة جدا على حارس حسين الحلبوني. لاحظوا الانطلاقة من كون الدوباري اللي هياها إلى مقتدى، اللي مر من أمام اللاعب سامسون دير ومقتدى عمل ممتاز من مقتدى حسن اللي هياها لعياد عبد فرحان اللي سدد بقوة. عياد عبد فرحان ليسكنها في شباك النفط. من جديد نعاود أحبائي المشاهدين ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي وأحداث شوط المباراة الثاني من لقاء الموصل وضيف الغراف في مباريات اليوم الثاني للجولة 32 لدوري نجوم العراق بنسخته الثالثة للموسم 25-26. المباراة اللي ضيفها ملعب دهوك ويقود طاقم تحكيم بقيادة محمد صلاح، يساعد كرار عباس وسيفين قادر وحسين صبيح حكم رابع، ووميض محمود اياد زاحم في غرفة الفيديو، ومحمد صاحب مقيما للحكام. تنطلق احداث شوط المباراة الثاني. الموصل على يمين الشاشة بالزي الابيض والغراف بالزي الاخضر على يسار الشاشة، وهذا تذكير لمن فات معنا بمتابعة احداث شوط المباراة الاول بتشكيلة الفريقين. وعلى ما يبدو الموصل اجرى تغييرا بدخول دحام ابراهيم بالرقم 9 وفونينج تازون بالرقم 99 وخروج عمر عبد الرحمن وعمر باسيرو. كرة ملعوبة، حسن داخل يصوب، ترتد الكرة، فونينج علاء الدين اهدى ركلة جزاء في شوط المباراة الاول. سيمون طويلة والى حارس المرمى علي. تشكيلة فريق الموصل: علي كاظم بحراس المرمى بالرقم 1، سيدرك نقاء 24 ظهير ايمن، وحسام كاظم 53 الى اليسار،
وميدراندا برقم 22 روبرت باور برقم 27 أكرم رحيم 31 سيمون أمين 8 سامر محسن 7 فونينج 99 علاء الدين الدالي 77 دحام إبراهيم بالرقم 7. يبدو الغراف لم يجري أي تغيير. إبراهيم عالمة بحراسة المرمى برقم 80 على اليمين حسين طارق على الشمال حسين فالح بالمنتصف علي خالد 16 فابريس أكبوتشو 5 وكرة خطيرة تبعد من حسين طارق بالرأس بالارتكاز حسن داخل 24 أمير عبد الله 6 وكرة عالية من جديد رأسية أنيس المعاري 8 مقتدى سعد 70 فدلس كوكو 23. هذه تشكيلة وأحمد ناظم بالرقم 39. خطأ الآن لمصلحة نادي أو الكرة ملعوبة بدون خطأ. روبرت ميدراندا روبرت مرة أخرى أكرم روبرت ميدراندا سريع الكرة علاء الدين وركلة مرمى لمصلحة الغراف. هدف وحيد للغراف سجل عن طريق اللاعب مقتدى سعد في الدقيقة 27 من عمر المباراة. وشوط المباراة الأول من خلال أهدر علاء الدين الدالي ركلة جزاء منحها الحكم بالدقيقة 38. على الطرف الآخر هناك مباراتان تجريان الآن. الأمانة يتقدم على القاسم في شوط المباراة الأول بهدف وحيد وأربيل مع الكرخ تعادل سلبي. علي كاظم روبرت باور أكرم رحيم يعيد لروبرت سيدريك نيجا روبرت أكرم روبرت يحاولون يسحبون لاعبين الغراف إلى الأمام. سيدريك نيجا سيمون أمين سيدريك روبرت ميدراندا فونينج أكرم روبرت حسام استحواذ واضح لفريق الموصل. أكرم رحيم تبعد من علي خالد. أكرم عالية الكرة وركلة حرة دحام يتعرض للعرقلة. دحام إبراهيم هدف في شباك الأمانة. تغييرين هجوميين للمدرب هيثم لشبول. اتكاء على المنافس من مكان خطير ركلة حرة للموصل. طبعا الجولة 33 ستنطلق يوم الثلاثاء 5 من شهر مايو 5/5 وثلاثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وأيضا الجولة 34 ستنطلق يوم الأحد 10 من الشهر الحالي. جدار صد من لاعبي نادي الغراف. كرة من مكان خطير. حسام كاظم وروبرت قريب من الكرة أو علاء الدين الدالي. هل سيعوض علاء الدين الدالي ركلة الجزاء؟ رابع ركلة يهدرها هذا اللاعب مع فريق الموصل. الأهم كانت مع الجوية.
والأخرى مع الزوراء. حسام وعلاء الدين. إبراهيم عالمة يترقب. علاء الدين عالية برا الملعب إلى ركلة مرمى. طبعا الثلاثاء ستنطلق مباريات الجولة 33 بلقاء دهوك مع نفط ميسان عند 5:30، ثم نوروز مع الشرطة عند 5:30، النفط مع القرمة عند 8، والطلبة مع الزوراء عند 8. يوم الأربعاء 5 مباريات: أربيل يواجه الكهرباء عند 5:30، القاسم يواجه الميناء عند 5:30، الغراف يواجه ديالى عند 5:30، ثم الكرخ يواجه زاقو عند 8، والقوة الجوية يواجه الموصل عند 8. وتختتم الجولة بلقاء النجف مع أمانة بغداد عند 6 يوم الخميس. هذه مباريات الجولة 33. ركلة حرة: أكرم رحيم يتركها لميدراندا، روبرت باور، ميدراندا، حارس المرمى علي كاظم، سيمون أو دحام كان، كرة بالمنتصف حسن داخل طويلة ارتد من ميدراندا، حسام كاظم تعود إلى كوكو، أنيس، حسن داخل، حسين طارق، أكبوتشو، تغيير لعب للجهة البعيدة، أحمد ناظم، مقتدى، حسن، قصيرة تعود الكرة عند اللاعب سامر محسن، دحام، سيدرك نقاب، روبرت، حسام، سيمون يلعب كرة طويلة، سامر من الجهة البعيدة يستحوذ على الكرة الآن، قصيرة مقطوعة، سامر من جديد، سيدرك نقاب، عالية الكرة، وإبراهيم عالمة أقرب للكرة يتمكن منها. بالسلامة لحسين طارق ودحام إبراهيم، كرة مشتركة وتصادم ما بين اللاعبين، دحام وحسين طارق. بالسلامة إن شاء الله. عشاق وأنصار نادي الموصل أبناء الحدباء يتابعون وبلون الأحمر يتزينون وبانتظار التعادل. نهض حسين طارق لاعب النفط السابق، عشر دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 56 والنتيجة على حالها، الموصل لا شيء، الغراف 1. عند هذه الدقيقة سجل أموتو هدف الفوز للغراف على الموصل في مباراة جرت في ملعب الناصرية في الجولة الأولى من هذا الموسم. كرة إلى رمية جانبية لمصلحة الغراف، حسين طارق على التنفيذ، كوكو، حسين، أكبوتشو، عالية الكرة، روبرت يبعدها، أمير، حسن داخل، أحمد ناظم من الجهة البعيدة، عرضية ومقطوعة إلى ركنية لمصلحة الغراف. تقطع الكرة من سيدرك نقا،
هذا مقتدى لأربك دفاعات الموصل في شوط المباراة الأول. ركنية لمصلحة الغراف، مقتدى على تنفيذ، قصيرة إلى حسين طارق، مقتدى، محاولة أنيس وحسن داخل وإلى ركنية لمصلحة الغراف. ضاغط الغراف في محاولة تسجيل هدف أمان واطمئنان. ركنية الآن لمصلحة الغراف. أنيس المعاري على تنفيذ اللاعب اليمني، عالية الكرة وحارس المرمى على دفعتين يتمكن منها علي كاظم. سيدريك نيكا، روبرت، سيمون أمين تعثر، كرة عادت، مقتدى يحاول، أنيس طالت الكرة مقطوعة من حسين طارق، محاولة بالمنتصف، دحام، ميدرندا، قصيرة ومقطوعة، فونينج، وسهل الكرة للحارس إبراهيم عامر. حسن داخل، أمير، حسن من جديد، مقتدى، أحمد ناظم، كوكو، مقتدى، بينية وتبعد من روبرت باور. كرة مشتركة، علاء الدين، حسن داخل، يلعب كرة طويلة إلى الجانب، حسين طارق، حسين يلعب بينية إلى كوكو، كوكو عالية برا الملعب ومعاها راية وصفارة وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الموصل. تسلل واضح على كوكو، هذه كرة دحام السابقة، دحام مع كوكو من أبرز اللاعبين المتبقين. خروج أنيس ودخول عباس فوزي. خروج أنيس المعاري ودخول عباس فوزي. سيمون، أمين، سامر، سيدريك نيكا، طويل الكرة بالرأس مقطوعة من علي خالد إلى ركنية لمصلحة نادي الموصل. هذا علي خالد لعب للكهرباء وعاد بالانتقالات الشتوية لنادي الغراف. حسام على التنفيذ الآن، ركنية لمصلحة نادي الموصل، توجيهات من هيثم لشبول. عالية الكرة ملعوبة، برافو إبراهيم بقبضة يده أبعد الكرة. ميدراندا، بعيدة، طالت الكرة، حسين طارق، عباس فوزي، وكرة مقطوعة على رمية جانبية لمصلحة الموصل. حسام كاظم على التنفيذ، سيمون أمين، باور، ميدراندا، باور مرة أخرى، واحد الغراف لا شيء الموصل، سجل عن طريق مقتدى ساعد بالدقيقة 27.
سيمون أمين. كرة مقطوعة من حسين فالح. حسين فالح تقطع الكرة لا سيدرك نقا. نقا ترتد الكرة. علي خالد. مرة أخرى سيدرك نقا. وأحمد ناظم يبعدها إلى رمية جانبي. كرة عند اللاعب حسين فالح. أمير وركلة حرة لمصلحة الغراب. خطأ ضد اللاعب سيمون أمين لاعب سوري الجنسية لعب لأوربيرو السويدي. خطأ أمير عبد الله. ركلة حرة على التنفيذ إبراهيم عالمة. أكرم بالرأس. علي خالد ورمية جانبية لمصلحة نادي الغراب. هذا هو فونينغ تازول اللاعب الكاميروني 5 أهداف هذا الموسم. بالرأس من حسام. حسن داخل. روبرت. أكرم رحيم. علي داخل. كرة عادت إلى فونينغ وتبعد من أحمد ناظم. مدرندا قصيرة تبعد. عباس فوزي شتت كرة. محاولة لا كوكو. كوكو يحاول الآن كرة خطيرة 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 إلى مقتدى ولكن تبعد من الدفاعات وتصل لأكرم رحيم. أكرم رحيم. سيمون. سيدريك نيغال. روبرت باور. ميدراندا. حسام. روبرت. سيدريك. سامر محسن. سيدريك. أكرم. قصيرة ومقطوعة إلى حسين طارق. حسين يلعبها إلى عباس فوزي. كوكو يحاول. كوكو إلى عباس تنقطع من مدرندا. قدم مباراة جيدة اليوم مدرندا. حسام. علاء الدين. فونينغ. شوف بطيء بطيء يعني هذا التأخير ارتدوا 4 مدافعين. حسام وكرة بالرأس. حسين طارق أبعدها. المن البطاقة الصفراء إلى علي خالد ويبدو طرد. يبدو إلى علي خالد وطرد. عندنا 104 بطاقات حمراء. إذا طرد لعلي خالد. سابع بطاقة حمراء هذا الموسم لنادي الغراف والبطاقة رقم 4 بعد 100. طرد. نشوف اللقطة من جديد. طرد لعلي خالد. شوف اللقطة. دعس على القدم. دعس على القدم. هو عنده بطاقة صفراء علي خالد بالدقيقة 36 والبطاقة الحمراء بعد الصفراء الثانية. بالدقيقة 66 والبطاقة الحمراء
لعلي خالد بالدقيقة 66 من عمر المباراة. سابع بطاقة لنادي الغراف، والبطاقة رقم 4 بعد 100 في دورينا ينشرها الحكام. أكثر الحكام شهر بطاقات حمراء علي حسين 10، سالم عامر، يوسف سعيد، مهند قاسم 9. لكن أكثر الأندية حظية بالبطاقات الحمراء هو زاخو 10. إذا الركنية الآن دعس كان واضح، لاعب عليه أن يكون عنده تفكير ميداني، أنه أنت عندك بطاقة، فريقك متقدم، ترتكب خطأ. كرة أبعدت، كوكو، مدرندا سدد، حسين طارق إلى رمية جانبية. إذن الغراف ب10 لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد علي خالد. هل سيفلح الموصل باستغلال النقص العددي؟ سيدرك نيقا، حسين فالح، سيمون أمين، سيدرك، عرضية خطيرة وخروج حاسم من إبراهيم عالم. خروج حاسم من إبراهيم عالم. طبعا النتيجة 1-0 لحد مباريات يوم أمس هي الأكثر حصول في دورينا 62 مرة. كرة عادت حسام، أمير برا الملعب لا رمية جانبية لمصلحة الموصل. - 22 دقيقة صعبة راح تمر على الغراف. حسام، روبرت باور، في المباراة السابقة أيضا علي خالد طرد أمام الموصل لاعب دياله مبكرا، كان أسرع طرد بعد دقيقة و17 ثانية. يعني في مباراتين للموصل يطرد علي خالد. أسرع طرد كان لعلي خالد في مباراة دياله بعد دقيقة و17 ثانية. محمد كامل صغير أشهر البطاقة. واليوم في الدقيقة 66 الحكم محمد صلاح يشهر البطاقة، وكرة سهلة إلى إبراهيم عالم. نلعب بالدقيقة 70. أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. فريق الموصل راح يبدأ منفتح، راح يبدأ يضغط. أمير عبد الله يشكو من إصابة. لحد الآن حكم اللقاء قاد المباراة 10/10، واحد من حكامنا المميزين، وأول حكم يمنح 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة في لقاء الغراف والأمان. العشاق والأنصار ينتظرون من لاعبي الموصل نتيجة أفضل. هذه الروح الرياضية العالية. اللاعب رقم 12 أينما تواجد عون ومساعد للاعبين. عوائلنا الكريمة تتواجد دائما في كل الملاعب. هنا جمهور الغراف القادم من ذي قار إلى دهوك. حسن داخل، أمير نهض. 20 دقيقة تفصلنا بالتمام على النهاية. سيدرك نيقاف بروح رياضية أبعدت الكرة إلى الخارج. شوف قرار الحكم أيضا مرة أخرى بروح رياضية إلى الخارج.
عاد أمير إلى أرض الملعب. أحمد ناظم أمامنا بالصورة، لعب للزاخو، لعب للنجف، للنفط، للطلبة. هدف في شباك ديالا، واحد ممن أفضل من مثلونا مع منتخب الناشئين في المونديال، وحظيه أن يضع نفسه في تشكيلة الرسمية للمنتخبات العالم. محاولة، مقتدى يحاول، ميدراندا، كوكو، سيمون، سريع الكرة، علي كاظم وحسين طارق. كرة تبعد وبرا الملعب، تبعد من حسين طارق إلى رمي جانبي. ارتباك واضح بصفوف فريق الغراف، دائما هدوء مطلوب. يخرج سيمون ويدخل باقر عطوان. كرة خطيرة، نقا على التنفيذ. لما الحكم ما يروح للفار معناها الفار يطابق قرار الحكم، وانه قراراته سليمه وصحيحه بركله الجزاء وبالطرد. نقا بالمناسبه كل ما يروح الحكم للفار كل ما تقييمه يقل. ركله حره غير مباشره للغراف، هذا هو المساعد الثاني سيفين قادر. مقتدى سعد صاحب هدف المباراة الوحيد. أذكر من جديد الغراف يكمل المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد علي خالد. الصدفة تلعب دور في مباراتين متعاقبتين متتاليتين للموصل أن يطرد أمامهم علي خالد. إذن منتظر ستار راح يدخل مدافع، ويبدو مقتدى سعد راح يترك الملعب. منتظر ستار يدخل، لاعب نوروز، ديالا، النجف، نفط الوسط، الأمانة. ركلة حرة غير مباشرة للغراف، يحاولون لاعبي الغراف أن يقتلون وقت. زج بمدافع لتقوية خط الدفاع، 2 مقابل 1 حالات التسلل. سيدريك نقا، باقر عطوان، سيدريك، باقر، أكرم، مدرندا، حسام، سامر لعبها إلى باقر وبالرأس، وين برا الملعب إلى ركلة مرمى رأسية من بونينج، برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الغرب. باقر لعبها وفونينج بالرأس بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الغرب. روبرت أكبوتشو، أكرم يلعب كرة بالرأس، 7 مقابل 15 تسديدات. أكرم من جديد، باقر، أكرم، باقر مرة أخرى، علاء الدين،
سامر ميدراندا، ضغط متوسط واضح من لاعبي نادي الموصل من منتصف الملعب. روبرت باقر ميدراندا، تعود الى سامر، سامر يحاول، دفاع مستميت من لاعبي نادي الغراف، كرة مرت احمد ناظم شتتها الى خارج ملعب الى رمية جانبية لمصلحة نادي الموصل. كرة بعتها احمد ناظم، سيدريك يشكو من اصابة. 77 دقيقة، دخلنا الدقيقة 78، 1 الغراف لا شيء الموصل. ومن جديد أذكر الغراف يكمل المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد اللاعب علي خالد. واليوم علي شارك بدال لاعب مطرود سلمون ويطرد. شوفوا الكرة من جديد، أحمد ناظم مع دحام، دحام يشكو من إصابة. هل هناك بطاقة حمراء؟ تشيكينج ريد كارد. هل هناك ضرب متعمد؟ أحمد ناظم مع دحام. بعض الأحيان الصورة تتكلم، إذا كان تعمد من عدمه. يبقى القرار الأول والأخير لحكم المباراة ولغرفة الفيديو. وميض محمود، اياد زاحم، اتركوا لي الحكم يا اخوان، اتركوا لي الحكم. ما زلنا ننتظر القرار. هل هناك بطاقة حمراء ثانية للغراف على أحمد ناظم؟ طرد أمام نوروز. أحمد ناظم إذن لا وجود للبطاقة الحمراء. شوف الحالة من جديد، لم يكن هناك على ما أعتقد تعمد. طرد لرافد المحلل الفني للغراف، رافد سالم. رمية جانبية، سيدريك نقاع على التنفيذ. فونينج، سيدريك، رمية جانبية الآن مرة أخرى. سيدريك نقاع على التنفيذ.
باور ميدراندا طويل الكرة إلى حارس المرمى إبراهيم عالم. 9 دقائق على الوقت الرسمي باستثناء الوقت المحتسب بدل ضايع اللي راح نتجاوز به 6 دقائق بعد توقفات، ربما نصل إلى 8 من 6 إلى 8 إذا ما صار عندنا توقف آخر. ميدراندا سيدريك نيغاب أكرم أمير علاء الدين يلف ويدور علاء يسدد ترتد من اللاعب منتظر وكرة طويلة، ولكن حارس المرمى. بدأ نادي الغراف يعتمد على الكرات المرتدة السريعة على السرعة، يعتمد على سرعة فيدل سكوك. باقر من جديد سامر أكرم رحيم سيدريك نيغاب علاء الدين بدأ يهرب من الرقابة. أكرم رحيم عالية بالرأس تبعد من أقبوتشو، كرة الشتت من أحمد ناظم. ميدراندا باقر وإلى حارس المرمى علي كاظم. أكرم رحيم تبعد الكرة من حسين فالح. دحام سيدريك نيغاب عالية عرضية وخروج حاسم. برافو إبراهيم عالم، برافو إبراهيم عالم. خروج حاسم للحارس السوري إبراهيم عالم. كوكو ميدراندا حسام باقر روبرت باور باقر عطوان مرة أخرى. أكرم رحيم سامر باور ميدراندا أكرم رحيم باقر أكرم سامر. محاولات لفك خمس دقائق على الوقت الرسمي. محاولات لاختراق دفاعات نادي الغراف أن تفوز بهدف، أن تفوز باثنين بثلاثة، المهم الثلاث نقاط. الغراف إذا استمر فائز راح يقفز مركز واحد بدلا من النفط ب40 نقطة، ويتراجع النفط ب39 نقطة للمركز الرابع عشر. انذار لعلاء الدين الدالي هو الخامس في المباراة. منتظر ستار 3 مقابل 2، 5 بطاقات. حسام باقر أكرم رحيم سيدريك دحام تنقطع الكرة. حسين فالح سريع على كوكو
وإلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. كوكو ماكينة لا تهدأ، ولكن في الجولات الثلاثة الماضية لم يسجل، وهذه الجولة الرابعة. قحطان يبحث عن الفوز في هذه المباراة. أحمد ناظم أمامنا بالصورة. قحطان يبحث عن الفوز الثالث، وهيثم يريد أن يحقق التعادل الثامن في مسيرته مع الفريق. حسين طارق، علي كاظم، دحام، باقر، سامر. كرة إلى ركلة مرمى لمصلحة الغراف. حكم يشير إلى ركنية، أشار إلى ركلة مرمى وبالتالي غير. ركنية لنادي الموصل، يتركها لحسام. خمسة مقابل 6 الركنيات، عادت إلى حسام، ورمية جانبية للموصل أو احتسبها الحكم للغراف. كرة ملعوبة علي عباس فوزي. أكرم رحيم يترك الملعب، يدخل هداية لطيف، وأوفوري أيضا يدخل. انتهت تغييرات الموصل. فونينج يحاول، علاء الدين، فونينج وين؟ إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. إذا تغييرين، هداية لطيف بالرقم 2 وخروج أكرم. بنزير أوفوري يدخل، كرة طويلة سهلة إلى علي كاظم. آخر دقيقة من الوقت الرسمي، قد نشاهد 6 دقائق وأكثر. حسن داخل، كوكو، كوكو، كوكو يحاول، ترتد، باقر، هداية. 90 دقيقة تنتهي الآن. بالرأس مقطوعة من أكبوتشو. باقر، أوفوري، حسام. 8 دقائق فعلا وقت مستحق، قلنا 6 فأكثر. باقر، هداية، سيدريك، أكبوتشو يبعد الكرة، ميدراندا، باقر، سيدريك نقاط، تبعد الكرة من حسين فالح، ميدراندا، روبرت باور، باقر، هداية، عرضية خطيرة، الله! دحام 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 كاد أن يصيب المرمى لولا براعة الحارس إبراهيم عالم. مدرندا،
فرصة التعادل تضيع على فريق نادي الموصل. شوف بالإعادة، شوف بالإعادة، رأسية من دحام وبالمرصاد إبراهيم عالمة اللي يتألق في لقاء اليوم وينقذ مرمى الغراف من إصابة أكيد. فرصة التعادل تضيع على نادي الموصل. إبراهيم عالمة بالسلامة إن شاء الله. طبعا آخر 5 مواجهات ما بين الفريقين عندما كانوا يلعبان في الدوري الممتاز 2 فوز لكل فريق والتعادل مرة واحدة. الموسم الحالي 1-0 للغراف، الموسم الماضي 1-0 ذهابا للموصل، 2-0 إيابا للغراف، والموسم قبل الماضي في الدوري الممتاز 2-0 للموصل والتعادل بدون أهداف. إذن عشاق الغراف يبتهجون يحتفلون بالتقدم، والفريق الذي يكمل المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة 66 صامد أمام الموصل. هذه لقطات من المباراة، والهدف الأول عن طريق اللاعب مقتدى سعد وهو هدف المباراة الوحيد. كوكو يترك الملعب وبشير الغرياني يدخل. ما زال الحارس ذكاء ميداني، الحارس يحاول أن يقتل وقت. نهض ابراهيم، احنا ال8 دقائق راح تصير 10. ابراهيم على التنفيذ، ركلة مرمى، كرة طويلة، بشير طالت مدرندة، علي كاظم، هداية، باقر، هداية مرة أخرى من الجهة البعيدة، لمسة يد، دفع بهداية كظهير أيمن ودفع بسيدريك نيجا إلى الأمام. توجيهات مستمرة من هيثم الشبول. الموصل سيتعرض للخسارة 12 والغراف إلى الفوز 11. 4-7 الأخطاء. بشير تسلل، يحاول بشير يقتل وقت في ملعب المنافس. المساعد الدولي كرار عباس، سيدريك، روبرت باور، روبرت أوفوري، باور، سيدريك نيجا، باور، أوفوري، ميدراندا، حسام، أوفوري، بينية وتبعد من حسين طارق. دفاع مستميت، دفاعات نادي
الغراف. باقر طالت على هداية، رمية جانبية لمصلحة الغراف. دقيقة 7 من الوقت المحتسب بدل ضايع. بطاقة لأحمد ناظم، اعتبر الحكم التأخير هي السادسة في ملعب المباراة. كرة طويلة بالرأس، علي كاظم، نقا، أوفوري، سيدرك نقا، باقر، سيدرك نقا من الجهة البعيدة. كرة ترتد، لمسة يد، ركلة حرة لمصلحة الموصل. ال8 دقائق في طريقها للخلاص، لكن يبدو عندنا دقيقتين أخرى للتوقف اللي حصل بإصابة أحد اللاعبين. لمسة يد واضحة، ركلة حرة الآن لمصلحة نادي الموصل. كرة ملعوبة، جول! هدف التعادل عن طريق اللاعب دحام إبراهيم. دحام إبراهيم يدرك التعادل بالوقت القاتل بالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل ضايع. يدرك التعادل دحام إبراهيم بكرة رأسية. دحام إبراهيم يدرك التعادل بالوقت القاتل ويعلن تعادل الموصل مع نادي الغراف بهدف واحد الآن من كرة ثابتة. دحام إبراهيم يسجل هدف الشخص الثاني، ونشوف قرار الحكم. هل هناك تأكيد للهدف؟ ننتظر قرار الحكم. شوفوا بالإعادة، دحام كان خالي من الرقابة، يعني هو وفونينج، وبالتالي كرة بالرأس قوية إلى داخل الشباك يحرز من خلالها هدف التعادل لفريق الموصل. هدف ثمين لم يصمد الغراف حتى نهاية الوقت بدل الضايع، والغراف يدرك الموصل التعادل بكرة رأسية جميلة من اللاعب دحام إبراهيم. دحام إبراهيم يعلن تعادل الغراف بالدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدل ضايع. إذن يتأكد صحة الهدف. 1-1 الآن. كرة ملعوبة، بشير يحاول، حسن، إذن 10 دقائق خلصت من الوقت المحتسب بدل ضايع، وراح يضيف الحكم لأن توقفات حدثت. كرة مقطوعة، بهذا التعادل الموصل يقفز للمركز العاشر بدلا من دوك ب 42 دقيقة 42 نقطة. روبرت، حسين طارق أيضا انذار، حسين طارق أيضا انذار، سابع في المباراة. رمية جانبية، أكبوتشو، بشير، هناك خطأ، ركلة حرة لمصلحة نادي الغراف.
الموصل ب41 نقطة. الموصل الآن يرفع رصيده إلى 41 نقطة. بالمركز 11 ودهوك بالمركز 10، والغراف يبقى بمركز 14 ب38 نقطة. إذن حظ أوفر للفريقين، سعدت برفقتكم. التعادل يسجل عن طريق اللاعب دحام إبراهيم بالدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدل ضايع، والغراف يتقدم عن طريق مقتدى سعد بالدقيقة 27 من عمر المباراة. إذن حظ أوفر للفريقين، سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله. وهذا البطاقة الحمراء الثالثة لهذا اللاعب هذا الموسم، حسن داخل، والبطاقة الحمراء الثالثة إلى هذا الموسم والثانية لفريق نادي الغراف في هذه المباراة. شكرا لكم وإلى اللقاء.